يا أهلا أهلا، مساء الخير. الحين الساعة 1 الظهر. أحب أبدأ بتوست مع زبدة فول سوداني ومربى بدون سكر. بالعادة أسويها قبل الرياضة يعني عشان تعطيني كذا طاقة. صراحة مع الحمل أبدا ما في أي طاقة، لما أصحى لين آخر اليوم أنا خلاص ما فيني أسوي حاجة، بس باكل وأنام وشكرا لي. طبعا الحين أنا في الشهر التاسع، ثاني أسبوع من التاسع، خلاص إن شاء الله قريب تكون ولادتي. من بداية الحمل الحمد لله بديت رياضة. كانت في أول 3 شهور كانت بأوزان، بعدين خففت الأوزان صراحة، كنت خايفة مع إن شاء الله ما كان في شيء، بس الحمد لله استمريت. يعني مجزء نفس أول مجزء التمارين. في تمارين تكون مقاومة، في تمارين تكون ستريتش. أحيانا يكون خلاص ما فيني أسوي مقاومة وكذا، فخلاص أختصرها وأسوي تمارين ستريتش. آخر 3 شهور أو لا، آخر شهرين، 8 9، بديت في الكورة كل يوم نص ساعة. بعدين إن شاء الله أنزل لكم تمارين، أنزل لكم كل شيء مشيت عليه، لأنها سبحان الله تسهل لأنها تمرن الحوض، لأن أهم شيء في الحمل الحوض يتمرن. سبحان الله تتسهل الولادة، يعني لما تكون واحدة ماشية على رياضة غير على لما تكون أبدا ما قد سوت رياضة. على الأقل يعني آخر 3 شهور تمرين الحوض تمرين الكورة سبحان الله تساعد يعني مرة. من تقريبا بداية الشهر الرابع بديت أسوي تمارين تكون كلها يعني بوزن جسم وتكون خاصة بالحمل، يعني ما في أثقال أبدا، تكون بوزن جسم أو أدخل وزن خفيف أو بحبال مقاومة. فكان من بداية الشهر الرابع بديت مع هذه اسمها غدي، إن شاء الله حط حسابها بصندوق الوصف. تمارينها كلها بيلات، تكون بوزن جسم للحامل أو للغير الحامل. تمارينها ما تزيد عن تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة. يعني تخصص يوم البطن، يوم مثلا ستريتش، يوم للكورة زي كذا. خلصت الحمد لله تمرين البطن. بس بقول لكم نصيحة، يعني ما تستمري على التمارين سواء قبل الحمل أو وقت الحمل، أو يعني الأفضل تكون قبل ووقت الحمل. لما تستمري عليها راح يساعدك يرجع جسمك إن شاء الله يعني بعد الحمل بسهولة مرة، خاصة البطن. يعني في كثير يعانوا من البطن ما يرجع بعد الحمل وما أدري شو، لأن بتكون العضلات ضعيفة، وقتها تكون عضلات ضعيفة. لما تكون عضلات بطن ضعيفة طبيعي البطن راح يكون مترهل أو يكون يعني أكبر من باقي الجسم. فعشان كذا لازم تقوي عضلات بطنك وقت الحمل وقبل الحمل، وبعد الحمل إن شاء الله ترجعي لرياضتك عادي. طبعا تمرين الجسم كامل مو شرط بس بس البطن، فترجعي عادي لتمارينك، راح يرجع وزنك بسهولة، راح ترجع شكل جسمك. وكل ما كانت عضلات البطن قوية يصير رجوع البطن أسرع. بعد الحمل عند ترجعي لتمارينك عادي راح يرجع كل شيء إن شاء الله نفس قبل وأفضل. غير كذا استمرارك على الرياضة وقت الحمل سبحان الله يخفف أوجاع الظهر وأوجاع الرجول. يعني ما راح تجيك أوجاع نفس اللي الحوامل اللي يشتكوا منها. عن تجربة أنا من بداية الحمل كنت أتمرن عادي، طبعا تماريني هذا بس كنت خاصة بالحمل. معاها ستريتش، كنت مرة أركز على ستريتش، يعني غالبا في الأسبوع مرتين. الحين الحمد لله ستريتش مستمرة عليه. مرة يخفي الأوجاع مرة يعني خاصة تعرف الحمل مع البطن ومع الثقل يصير خاصة الظهر يوجع. ليش؟ لأن عضلات الظهر تكون ضعيفة، لما تضعف العضلات الظهر يصير بسهولة تجيكم الأوجاع ويلا تتحركوا ويلا تمشوا. بس الحمد لله مع الستريتش والتمارين بشكل عام مرة يعني راح تلاحظوا إنه خفت الأوجاع وتصيروا خفيفين حتى خلال يومكم، بتحسوا كذا بخفة سبحان الله. بس يعني طول ال9 شهور ما جاني شيء صراحة. الحين بس جاني ألم كذا آخر الظهر، شكل هذه الختامية إن شاء الله، بس الحمد لله جاني على آخر شهر. وبس والله جالسة أحاول يعني أسوي له تمارين، أسوي له ستريتش، بس مو راضي يروح، شكله يعني مطول. هذا شاهي أوراق التوت، طلبته من أي هيرب، أكيد الكل يعرفه. هذا طبعا عصير أناناس.
الأوراق شاهي التوت من اي هير زي ما قلت. سبحان الله يلين عنق الرحم، فتصير إن شاء الله الولادة سهلة. يعني حسب ما قريت، شفت كثير مقاطع صراحة في تيك توك، الأجانب أو حتى العرب كثير يعني يقولوا إنه حلو يعني لوقت الولادة، سبحان الله يعني يسهل الولادة إن شاء الله. فأخلطهم مع بعض وخلاص أشربها. بعد ما خلصت تمريني يصير أبدأ في تمرين الكورة. تقريبا ياخذ مني نص ساعة كذا إلى 20 دقيقة. صراحة ما أحس في الوقت، لأن كنت أتفرج الآيباد، يوتيوب، أي شيء، عشان الوقت يمشي بسرعة. خلاص كذا أسوي التمرين، تمرين الكورة، وخلاص نص ساعة كذا ياخذ مني تمرين بس إن شاء الله بعدين أنزل لكم صور للتمارين اللي كنت أسويها. هذه قارورة الموية تاخذ لتر، فأعبيها مرتين في اليوم، تاخذ يعني لترين. قد ما أقدر صراحة أحاول أشرب 2 لتر يعني في اليوم. مرة الموية مهمة ترى في الحمل، تحميك إن شاء الله من الالتهابات وتسهل يعني لما يترطب الجسم سبحان الله. كيف أقول لكم، نفس مفعول الشاهي يعني يلين الرحم وكذا، يعني نقل الرحم ويسهل الولادة. فلتر الموية نفس الشيء. طبعا المقطع هذا الفلوج حق اليوم، أول مرة أصور وأنا في الحمل، يعني فلوج في الحمل. بيكون بينزل إن شاء الله بإذن الله بعد الولادة، يعني بعد فترة إن شاء الله كيف الولادة لما يصير طيب إن شاء الله. راح أنزله، لأن ما حطيت أي خبر عن الحمل وكذا، فبيكون سبرايز. صراحة جالسة أضحك على نفسي، أقول بعد ما كنت أتابع أفلام وسهر وأشياء رياضة مدري إيش، صرت الحين أتابع دكاترة النساء وولادة ونصايح أطفال وتربية. سبحان الله، صدق الحياة تتغير. فالله يعين، بس إن شاء الله يسهلها ولد بالسلامة إن شاء الله، وارجع صدق الحياة. يحس إني خلاص، يعني أحس إني لي فترة عن حياتي الصدقية. أشياء كثير ممنوعة منها، سواء في الأكل، الحركة، لا تحركي، لا تروحي، لا تجي. مع أن الحمل سهل، يعني ما في شيء صعب فيه، يعني يقولك لا تحركي، لا تمشي، لا توقفي، مدري وش. كل هذه الأشياء سويتها أنا، بس في نفس الوقت يعني تخافي لا قدر الله يصير حاجة. ما شاء الله بس أولد بالسلامة بإذن الله، أرجع لرياضتي، أرجع أسجل في نادي، أرجع أشوف كذا حياتي الحقيقية اللي قبل. ما أدري كذا، أحس يبغالي وقت سنة على ما يعني أستوعب أو أستوعب يعني الحياة الجديدة، أو وش يسموها، ما أدري، أحس التغيرات جديدة، بيبي جديد يعني. ما أدري، أحس ما أدري خاصة أني مالي تجربة مع الأطفال صراحة من قبل، في الاهتمام، عناية، ما أعرف من قبل. فيبغالي كذا حق سنة أجلس لحالي، أو كذا أستوعب اللي جالس يصير حولي. اللي الحين مو مستوعب إيش جالس يصير. وبس الله يسهله ودعواتكم. أسوي الحين شوفان، أحب أسويه مع الموية. كنت أسوي مع الحليب بس صراحة كذا حسيت ثقيل يصير، فأسويها بالموية. أضيف له مكسرات، يعتبر ترى من الأكلات اللي مرة مفيدة للحامل. أضيف لها مكسرات، وأضيف لها موية بس، وأخليه يطبخ على النار. ممكن تسوي في الميكرويف، ممكن تضيفي موية حارة تتركوه كذا يعني لحد ما يذوب، بس أنا أحب أطبخه سريع على النار، أحب يكون كذا مرة لين. وبس كذا أضيف الموية وأضيف مكسرات، أتركه يغلي على النار. بعدين أضيف لها زبدة فول سوداني وعسل وتمر، ويصير وجبة كذا صحية أو سناك صحي. حطيت عين الجمل، وحطيت لوز، وحطيت زبيب أسود. الزبيب الأسود اليمني حلو لفقر الدم. هي خلاص بس أزيد موية، أضيف لها موية، وخلاص لما يجهز أصير حط التفاح على الوجه. هذه سناك يومية أسوي الطريقة هذه، يوميا أسويها، لأنه يعتبر مرة مفيد الشوفان للحامل.
خلاص كذا اطبخها على النار، اضيف شوية سكر ستيفيا، اطبخها على النار كذا حق 3 دقايق بالعافية. آخر شيء سيرب لايت أو عسل اللي تحبه طبعا، ممكن نضيف بذور الشيا أو بذور الكتان اللي تفضلوه. هذه كبسولات بارنز، تخيل صار عندهم كبسولات لذيذة مرة. النوع الإثيوبي، كان في نوعين صراحة ما أذكر شو هو، جابها زوجي كذا كتجربة، مرة لذيذة. أول مرة أشرب قهوة سوداء كذا سادة بدون الحليب، بس أضيف لها شوي موية، أخليها لونجو بس أضيف لها كمان شوي موية زيادة، وكمان مع الحليب مرة لذيذة. باقي بغل بس أجربها باردة، ماني أحب القهوات السوداء تكون غالبا حارة، بس بغالي كمان أجربها تكون باردة. هذا شكله من بارنز إثيوبي، أنا ما جربت النوع الثاني بس هذا الإثيوبي. هذا شكلها النهائي، بس أضيف لها كمان شوي موية مغلية، أحب تكون خفيفة، ما أحب تكون يعني كذا مر. خلاص كذا أحط لها موية وبالعافية. هذه الموية جالسة أسوي فطوري، طبعا هاي تعتبر خلاص أول وجبة، فدائما أول وجبة متكاملة تكون عندي فطور، اللي قبل يعني تكون سناك. المهم جالسة أسوي سندوتش بيض، جالسة أسوي سندوتش بيض. شوفوا هذا أخذته من آي هيرب، زي بهارات، عبارة عن طماطم مجفف وفلفل مجفف وكمان ثوم مجفف، سمسم معاها كذا أشياء مخلوطة، تعطي نكهة مرة لذيذة كذا مع حرارة. أحطها مع السندوتشات زي كذا، أو تحطوها مع التغميسات إذا تحبوا تغميسات الشيبس والأشياء هذه، مع السلطات اللي تحبوا، بس تعطي نكهة كذا مرة حلوة. هذا شكله من آي هيرب. وهذا فطوري، بروتين وكارب ودهون وكل شيء. هذه سلطات أفوكادو وبصل وخيار وطماطم، وش كمان حطيت مايونيز وحطيت رانش، شوية رانش. هذا كرافس، شاهي نعناع، وبالعافية. أنا أحب آخر وجبة الفطور عشان ما أجلس، لو أكلها بدري بيصير طول اليوم أجلس أخبص وكذا، فأحب آخر وجبة الفطور أو أول وجبة، يعني تكون من الحين مغرب، من الحين وقت مغرب، بس أحب إن يعني أول وجبة تكون لي فطور، وبعدين بعدها خلاص العشاء يصير انتظر كل الساعة 11 كذا 12، بعدين خلاص تصير وجبتي الثانية هذه وخلاص تكفي. هذا أفضل نوع سكر ستيفي قد استعملته، مرة لذيذ. تعرفوا أحيانا سكر ستيفي يكون فيه طعم كذا زي المرارة أو يجيب كذا غثيان، قد جربت الطعم هذا. لا هذا مرة حلو، سكر ستيفيا، يعني سكر ستيفيا بدون أي إضافات، يعني سكر ستيفيا كذا خالص، أفضل من اللي يكون في الماركت، وهذه معها إضافات كثير ما ينصحوا فيه من الأخصائيين التغذية وكذا، فيقولوا أفضل يكون سكر ستيفيا كذا خالص، يعني من شجرة الستيفيا. المهم طلبت من آي هيرب تجربة، بس طلع مرة حلو، راح أحط لكم صورته إن شاء الله الحين، جربوه وعن تجربة. أنا لي سنين طبعا استعمل الستيفيا، كان في نكهة كذا مو حلو تغث، بس جربوا هذا، خذوا العلبة الصغيرة لا تاخذوا الكبير عشان تجربوا كتجربة أولى. هذا عشانه سويت إدام بطاطس ودجاج،
لأن كم يوم ناكل من برا صراحة، مو دايم يعني، لما أحس إني ما فيني طاقة وكذا ولا تعبانة نجيب من برا. أحاول لما أكون كيف فيني نشاط أنا أسوي العشاء. أحب القرنفل مع القهوة السعودية، أنا مرة أحبه، بس مرة يعطي نكهة كذا مميزة. قهوة ترى بالحليب عشان كذا لونها أبيض، فأنا أحبها بالحليب، أحبها تكون كذا ثقيلة. لما جهزت العشاء خلصت الكشنة، أحب آخر شي تكون ريحة البيت بخور وقهوة، خلاص كنا آخر شي الختامية. كلهم طاحوا، بسم الله. بنات هذا الشيء إدمان إدمان إدمان، اللي يمكن استعمل لها 3 سنوات كذا. تذكر الروج السحري حق زمان اللي نحط، اللي يكون لونه كذا أخضر وبعدين يقلب لون كذا بيبي بينك؟ هذا بالضبط بالضبط نفسه. شوفوا هنا طلب خلص 2، قرب يخلص. واحد أحطه في شنطة الخرجة، واحد هذا حق البيت، وهذا دوبي جديد، دوبي طلبت من آي هيرب. ما كمل أسبوع، لا أسبوع دوبي طلبته. المهم مرة حلو كذا، يخلي الشفايف لونها كأنها كذا طبيعية، كذا كأنها وردي طبيعي. في منه ألوان كذا تطلع فوشي، يطلع جربت كم لون، بس لا هذا أكثر شيء ثبت عليه. استعمالي له يوميا في البيت كذا، مع مسكرة خفيفة وحواجب كذا بالجل، يطلع مرة حلو ولا ضمانتي. راح أحط لكم الحين صورته في آي هيرب. من الأشياء كمان اللي مستمرة عليها اللي تسهل إن شاء الله بإذن الله الولادة، اللي هو التمر أو الرطب، تقريبا 4 حبات في اليوم مع يوميا. هي تصير زي الأناناس وزي مشروب ورق التوت اللي صورته، اللي حط لكم صورته أول. نفس الفائدة إن شاء الله، اللي هي تسهل إن شاء الله الولادة وتلين عنق الرحم. فأخذ 4 حبات في اليوم. نبدأها من الشهر التاسع، أول ما تدخل التاسع على طول، يعني أسبوع 35 كذا 36 أو 35 تبدأوا في الرطب والأشياء كلها اللي صورتها. هاي دوبها وصلتنا من كنت بقول تركيا، من الباحة. كنافة. صراحة المدح عليها مرة كثير، باقي ما ذقتها، كثير مدحوها ما شاء الله. المحل كله يمدحوا الحلويات حقتهم بقلاوة والكنافة والأشياء هذه. تحمست صراحة، ووصينا أهل زوجي الله يعطيهم العافية، هم اللي جابوها. هذه إن شاء الله بتكون شنطة المستشفى، وهذه بتكون شنطة اللي بروح فيها عند أهلي. جهزتهم، خليتها مفتوحة لأن كل شوي كل ما أتذكر حاجة أحطها، لين إن شاء الله عاد يجي وقت الفرج وقت الولادة إن شاء الله أقفلهم مرة واحدة. وباقي كمان شحنات شي إن، طلبت من شي إن وتأخرت. الحين شكل عندهم ضغط على طلبات المدارس وكذا، فمتأخرة الحين، بس أنتظر تجي أكمل ترتيب. هذه بتكون شنطة البيبي، تكون في أغراض البيبي وكذا. حطيت ملابس، حطيت كل شيء، لفات، ملابس استقبال. وهذه بتكون فيها إن شاء الله أغراض اللي زي الشفاط ولا هاي كل أغراض البيبي، يعني بتكون عشان تكون كلها قريبة وحولي مرتبة. هنا سويت زي كذا اللفات، حطيتهم لحال في كيس كذا، غلفتهم. صراحة ما حبيت أجيب الشنط اللي تكون قماش، هذه حقت شي إن، ما أدري حسيت بتكون كذا حوس وأغراض كثير على الفاضي، فرتبتهم بالطريقة هذه زي كذا، عشان بعد لو فيها مرافق بيكون معايا، يكون بعد هو سهل عليه يطلعهم، يساعدني يعني لو مثلا بغيت حاجة. هذه بتكون لبستين، أخذت لبستين المستشفى زي كذا. وهذا السرير، هذا السرير البيبي. هنا الجلسة، مو جلسة، هذا اللي يسدح فيها البيبي، مدري زي كذا، زي حاجة زي كذا دائرية،
وهذه بتكون الشنطة الأساسية اللي راح أحط فيها الأشياء المهمة اللي أبغاها تكون حولي، يعني مثلا سناك، موية، مثلا فلوس، زي كذا، يعني الأشياء اللي أبغاها تكون من لما أطلع من البيت لآخر شيء، يعني تكون موجودة حولي في الأشياء المهمة. مثلا هنا المكياج، حطيت عدسات النظر، والحواجب، رموش، مزيل المكياج، زي كذا، المراية. حطيت كمان هذا المناديل المبللة. حطيت اكسسوار كذا بسيط، ربطة شعر، شباصة، كمان علك، فرشة شعر كل شيء كذا بغاها تكون قريبة مني. كمان حطيت مناديل عادية. حطيت كمان سناك لو احتجت مثلا سناك بعد الولادة، يعني لو احتجت بعدين أو حتى قبل. كمان هنا سناك، هذا التمر أهم شيء. بعد كمان أحط موية، علبة موية. تمر حطيت تقريبا 10 حبات. ليش حطيت تمر؟ سريع الامتصاص، بسرعة الجسم يمتصه، لأن في سكر وفي كارب وفي فيتامينات وكذا، فيعطي طاقة. أنت لما تروح المستشفى راح يقولوا لك مثلا ما راح تولدي في نفس اللحظة، بيقولوا لك مثلا امشي نص ساعة، امشي ساعة وتعالي. فلما تمشي نص ساعة خلاص تروح طاقتك، يجي وقت الولادة انت خلاص ما عاد فيك طاقة. فالتمر حلو، مثلا كل نص ساعة كذا تاخذي حبتين 3 حبات، سبحان الله يعطيك طاقة في نفس الوقت، بسرعة يمتص الجسم وبسرعة يعطيك الطاقة. وكمان الشاحن، نسيت ما قلت، شاحن من الأشياء المهمة، الباور بانك مع سلك، مع فيش مربعي هذا اللي في الكهرب. وبس والله، عاد إن شاء الله ما أنسى حاجة. وبس والله، هذه كانت تجهيزات. الحمد لله خلاص الحين خلاص جهزت كل شيء، أنتظر بس الولادة، الله ييسر يا رب، ودعواتكم. هذه طلبي دوبها وصلت، أتوقع أنها شفاط. طلبت شفاط وتجربة، قلت بأجرب، يعني طلبت حبة واحدة قلت بأجربه. صراحة كنت بطلب ممكوزي، بس ما أدري، كثير قالوا يعني جربي أول، خذي شيء بسيط وحلو وجربي، لو استمريتي خذي ممكوزي. هذا شكله، بحط لكم صورته في نون. سعره أتوقع 130 132 شيء زي كذا، يعني سعر بسيط حلو كبداية. تجربوا، يعني تجربوا بحاجة بسيطة، يعني حرام تروح تاخذ ممكوزي 500 الواحد، 500 القطعتين 800، يمكن بعدين ما تستمروا أو ما يناسبكم. فأنا قلت باخذ واحدة، حبة واحدة وأشوف أجرب. التقييمات عليه مرة عالية، مرة كثير مدحوه، فبحط لكم صورته من نون. هذا شكله، شوفوا استعماله مرة سهل. هنا يشتغل، هنا زيادة القوة، هنا زيادة القوة، هنا تقليل القوة، هنا المود اللي هو يا شفط أو مساج. أتوقع أنه ما أدري مساج لحالة أو مساج مع شفط، ما أدري. كمان جبت لها هذه خدتها من النهدي، من صيدلية النهدي. تكون نفس صدر الأم كذا، سبحان الله، عشان الطفل ما يميز بعدين له هاي ولا. استعمل هذه قبل النوم، وأول ما أصحى من النوم، ونص اليوم، أو بعد الشاور، وقبل النوم. هذا يحمي إن شاء الله من تمدد الجلد أو التشققات اللي تجي بعد الحمل، كذا يخففها. صراحة الحين ما طلع لي الحمد لله تشققات اللي تكون حمراء، ما أدري بعد الولادة إيش بيصير، بس أنا اللي سمعت إن يقولوا مع الحمل كذا تصير في خطوط حمراء، بس الحمد لله طلع لي ما طلع، يعني ما طلع لي لا حمراء ولا بيضاء. إذا ما عندكم، أنا أخذت من آي هيرب، إذا ما لقيتوه مثلا أو أي شيء، عاد ممكن تستعملوا أي مرطب، حتى لو زيت جوز الهند، المنطقة تترطب، لأنها يقلل الترطيب، يقلل تمدد الجلد. لو عندكم تمدد جلد يشيله، فتقدروا تستمروا عليه خلال الحمل، وحتى بعد الحمل إن شاء الله، بسم الله، بعد الولادة تستمروا عليه عادي. وبكذا وصلنا لآخر الفلوج، إن شاء الله يكون عجبكم، استمتعتوا واستفدتوا. حاولت أصور كذا خلال اليوم أو خلال يوم الحمل،
إيش الأشياء اللي يمر فيها، خاصة في الشهر التاسع، يعني أقصى التعب خلاص في الشهر التاسع. الله يسهلها يا رب، وتكون ولادي بإذن الله سهلة. قولوا لي إيش رأيكم في الفلوج، إذا عجبكم أو لا. إذا تحبوا في شيء يعني يكون في الفلوج الجاي، بس قولوا لي. شكرا لكم شفتوا الفلوج، وصلتوا لهذا الجزء هذه الدقائق. أشوفكم إن شاء الله في فلوج جاي، وتصبحوا على خير.